السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة جوريا في بيتي. النهاردة يا بنات بكمل معاكم روتيني في تنظيف البيت. زي ما انتم شايفين كده انا شايلة كل حاجة من الأوضة، ما فيش غير السراير بس والدولاب. ده سرير ابن عبد الرحمن. انا شلت الظرف بتاعة الشبابيك والبلكونه عشان خاطر اغسلهم، وشلت الستاير حطيتهم في الغسالة، وهنا برضو زي ما انتم شايفين. ومسكت الدواليب نضفتها من جوه. انا هوريكم اهو. اهوت يا بنات زي ما انتم شايفين انا غسلت الفوط دي كلها، ومسكت الهدوم ان كان في حاجه بلبسها ماشي، ما فيش حاجه بلبسها بتصرف فيها. وديت الضرفه دي تبعي انا، زي ما انتم شايفين فيها حاجاتي انا. اهوت انا منضفه دي البيجامات، دي الهدوم بتاعت مثلا لو حد جالنا على فجأة مش عارف ايه الحاجات دي هدومي بتاعت البيت. دي ضرفة الفوط بتاعت اللي بسحبها يوميا. دي الميزانة الخاصة بتاعتي، ودي مكنة براون والبرفان بتاعي والحاجات بتاعتي. هنا انا بجيب المناديل دايما بكميات عشان خاطر ولادي وهم رايحين المدرسة اديهم معاهم بدل ما كل يوم يشتروا كده يعني. ودي ضرفة الملايات بتاعت الغرفة بتاعتي بس. الملايات التانية بحطها في اوضه ولادي، ما بجيبهمش، بصراحه ما بخلي لهمش اي حاجه بيهم في اوضتي. هنا كل حاجتهم في اوضتهم، ما بجيبش ليهم حاجه في اوضتي. وديت منظر الغرفه. الضرفه الاولانيه ديت خزنه داخليه في قلب الدولاب زي ما انتم شايفين كده. وديت بردك الضرفه التانية دي. دي بردك خاصه بيا. دي يا بنات هدوم الخروج بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده. اهيت. وكمان يا بنات انا مغطيه. ودي بردك فيها الكوفرتيات الحاجات دي برضو. ودي طبعا فيها حاجات خاصة لي انا مغطيها بالطريقة ديت. ودي ضرفة جوزي اهيت. انا بردك نضفتها له، وبردك شلت ان كان فيها حاجة هو مش بيستخدمها، بردك شلتها عشان اتصرف فيها. وزي ما انتم شايفين كده يا بنات انا هبدأ معاكم اغسل دلوقتي الحيطان بتاعه الأوضة، وهوريكم ازاي انا بغسلها بكل بساطة، ومن غير ما ببهدل الدنيا ومن غير ما بكركب الدنيا ولا كوب مية ولا الحاجات دي. استنوني وهجيلكم. زي ما انتم شايفين كده يا بنات. ده انا جايبه جردل فيه كلوركس الوان ومسحوق وسفنجة زي دي عشان خاطر لو انا لقيت حاجه صعبه على الحيطه اغسل. اهوت يا بنات انا جبت الزعافه دي قديمه عندي. انا هحطها في قلب الميه، وبعدين يا بنات هاخد الزعافه بالطريقه دي واغسل الحيطه بالطريقه دي. هي الحيطه مش وسخه يا بنات، هي نظيفه. بس بصراحه لما بعمل كده بحس ان هي بترجع الاوضه كأنها جديده، وبتنضفها جدا، وبتشيل اي تراب او اي تراب مش على الاوضه بصراحه، وبتجددها. وكمان الواحد بيحس بالنظافه اكتر لما بيعمل كده. هي طريقه سهله وكمان مش صعبه. انا هو غسلتها بالطريقه دي. هبدأ بقى بعد كده يا بنات اجيب مساحة واحط عليها فوطة، وابدأ امسح بيها بيها بالطريقة ديت، انزل بيها المية اللي طلعت على الحيطة. بصراحة بتنضف جدا، شايفين بالطريقة دي بكل سهولة وما فيهاش صعوبة خالص. يعني الحكاية دي كلها مش بتاخد في ايد الواحد 10 دقايق، يعني في 10 دقايق ممكن تلاقيك عملت الأوضة بحالها بالطريقة دي. مفيش مية وقعت ولا في مية مكبوبة ولا اي حاجة. اهو اهو شايفين اهو بمنتهى السهولة يعني، ولا في بهدلة ولا في كب مية ولا في حاجات من دي اهو. والحيطة بتنضف، وبالعكس تحسي ان انت زي ما تكوني دهنتيها تاني من جديد. بتدي لمعة ونظافة كمان كده للأوضة. انا هخلص بالطريقة ديت وارجع لكم. زي ما انتم شايفين اهوت يا بنات انا خلاص غسلت الحيطة اهوت،
ولمعت كل حاجه. ما فضلش بقى غير ان انا المع الخشب. انا هلمعه بالملمع ده. بجيب فوطه نظيفه. اهم حاجه لازم تكون نظيفه وما فيهاش اي اتربه. وهبدا المع بيها الدولاب. انا جه عندي سلم زي ده، انا هطلع عليه هبدا ارش الاول كده زي ما انتم شايفين، وهبدا المع على طول في ساعتها كده يا بنات. بصراحه بيخلي الخشب حلو وفي نفس الوقت بيديله ريحه جميله قوي. فانا هخلص بالطريقه ديت وارجع لكم يا بنات. الدولاب اهوت بعد ما لمعته انا اعتبر كده خلصت الاوضه. انا فرشت كل حاجه، علقت الستاير ولمعت الازاز بتاع التسريحه، وحطيت المفارش بتاعتها ولمعتها بملمع الاخشاب، وفرشت السرير اهوت ده منظره. وفرشت كمان سرير ابني. هو لسه صغير فهو فاضله سنة وان شاء الله باذن الله ما عادش ينام جنبي، هنيمه مع اخواته. وده كان منظر الاوضه بعد ما خلصتها. انا صراحه يا بنات ما بحطش اي حاجه جنبي على الكومودينات، لان انا ولادي كلك صغيرين. يعني انا عندي 4 اولاد، 2 توأم و2 تانيين، فلذلك كلك صغيرين. يعني ما بحطش حاجه قدامهم الا لما تتكسر. فباباهم قال لي تلاشي كل حاجه ان هي تتكسر، شيلي كل حاجه من قدامهم. لذلك ما بحطش اي حاجه على التسريحه او على الكومودينات او على اي حاجه، بحيث ان انا مش كل شويه حاجه تتكسر. فان شاء الله بقى اما يكبروا ابدا احط الحاجات بتاعتي تاني واحطها تاني مكانها. انا كده اهوت يا بنات خلصت. انا كويت الستاير قبل ما افرشها، وده منظر السجاده اهوت. بصراحة يا بنات انا كنت الفيديو بتاع الأوضة التانية انا كنت منزلة نص والنص التاني اتمسح مني معرفتش انزله. فانا بقى هبقى انزله لكم بعد ما خلصتها نهائي. انا بصراحة كنت عاملة كل حاجة معاكم وكنت مورياكم ازاي انا بنضفها، بس للأسف الفيديو اتمسح. فان شاء الله هنزل لكم بقى بعد ما خلصتها، وان شاء الله انزل لكم بقية الفيديوهات بتاعة التنظيف. وده كان شكل الأوضة، ويا رب الفيديو يعجبكم. وجدعنوا بقى يا بنات، رمضان داخل علينا، عايزين نستقبلوه كل حاجة مترتبة وكل حاجة منظمة، بحيث ان احنا ما نضيعش اي وقت فيه، لان شهر رمضان شهر عبادة وخسارة ان احنا نضيعه. يعني ثانية فيه خسارة ان احنا نضيعها. يا رب يكون الفيديو يكون خفيف عليكم، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.